اهلا بك استاذ صلاح، ينضم الينا طبعا عبر الهاتف من القاهره. اهلا وسهلا بك استاذ صلاح. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. بدايه استاذ صلاح، يعني ما هي الدوافع الحقيقيه وراء اعلان هذه الحركه في هذا التوقيت تحديدا، خاصه انه من المعلوم ان جل الشخصيات الناصريه البارزه المعروفه في مصر وكذلك الاحزاب والحركات الناصريه هي جميعها مؤيدة لما حدث بعد 30 من يونيو، أو بتعبير أدق مؤيدة للانقلاب العسكري؟ أولا أنا بتحفظ أنه كلها مؤيدة للانقلاب العسكري. هذا ليس صحيح. الحركة الناصرية حركة شريفة والناصريون شرفاء. أنا أقول جلها، يعني أغلبها، يعني وليس كلهم. يعني سمت خلافات تاريخية صحيح بين الإخوان والتيار الإسلامي وبين الحركة الناصرية، لكن شتان من فارق بين ما يحدث حاليا من قبل المرتدين لثوب الناصرية وبين الحركة الناصرية وإنجازاتها وتاريخها وإيجابيات عبد الناصر. فارق بين السماء والأرض. هم أخذوا فقط سلبيات عبد الناصر من إنجازات الحركة الناصرية، ومن هنا فكرتنا بتقوم على الآتي. أنا شخصيا طول عمري من وأنا صغير شاب وإحنا نعمل نقاط لقاء ما بين التيار القومي والتيار الناصري والتيار الإسلامي، ونرى في التقاء التيارين توحيد للأمة العربية والإسلامية ودفعة هائلة لحركة الشعوب نحو الحرية ونحو التحرر من الاستعمار والخروج من الوضع البائس اللي احنا فيه حتى الآن. فما حدث في مصر كان فرصة بالنسبة لنا. أولا تاريخيا احنا مع إيجابيات عبد الناصر ان احنا نعتذر للإخوان المسلمين ونعتذر للتيار الإسلامي عن هذه السلبيات، وان احنا بنرفضها بشدة، وان احنا بنرى انه في قواسم كتير بتجمعنا كناصريين وكإسلاميين. من هذه القواسم مقاومة الاستعمار، مقاومة الصهيونية، العدالة الاجتماعية، الثقافة الوطنية والتراث الحضاري المشترك بيننا، العمل لصالح المستضعفين ولصالح الفقراء. في قواسم كتير كان ممكن تجمعنا كناصريين وكإسلاميين. وجدنا فرصة حاليا للاعتذار للتيار الإسلامي والاعتذار للإخوان المسلمين كخطأ تاريخي، وإن احنا لن نسمح بتكرر هذا الخطأ ثانية. لن نسمح بمصادرة حرية وحقوق الإسلاميين أو حق أي مواطن مصري آخر في الحياة كما حدث في الماضي. لكن على الجانب الآخر هناك شخصيات بارزة مثل مصطفى بكري، حمدي قنديل، ضياء رشوان، حمدين صباحي. كذلك هناك أحزاب مثل الحزب الناصري وحزب الكرامة وغيرها من الأحزاب والشخصيات الناصرية التي تؤيد